إذا سعر الأورو اليوم في الجزائر بعد الصدمة اللي دارها ترامب، اليوم رانا 4 أفريل 2025. 4 أفريل 2025 سعر الأورو اليوم في الجزائر. واش تتوقعوا بعد ما دار ترامب الضريبة اللي دارها على العالم بكل؟ واش تتوقع؟ راني درت التحليل تاعي فيديو قبل هذا، روحوا تفرجوا راهو مفيد بزاف. اول نصيحه فقط نبداها قبل ما نقول لكم سعر الاورو. جماعه اللي يديروا فيديوهات ويديروا لكم كيما هكذا وما يبانوش ويديروا لكم كيما هكذا، كاين اللي عايشين في اوروبا وما على بالهمش واش صاري في السوق هنا، وكاين اللي راهم هنا والله ما على بالهم، راهم يهزوا من التطبيقات من البلاي ستور ويشوفوا السعر ويضربوا برك، والله ما على بالهم بالواقع. هكذا جماعه باش تكونوا فقط على فكره وعلى صوره. الناس اللي تهز الاورو هكذا وتقول لك الاورو اليوم واليوم، جماعة راهي معظمهم يكذبوا ولا فارغين شغل ولا قاعدين يخدموا في لي فيديو باش يخدموا الفيديو باك 24 هكذا. لذلك فاليوم الناس بزاف توقعت بعد ما دار ترامب البارح الديقة تاعو هذيك مع العالم كامل، يعني ربح العيب مع العالم كامل، نورمالمون الاورو يهبط ولا يصير له حاجة هكذا توقعته. لكن للأسف الاورو راهو ثابت وثابت مبلغ مليح بعد. إذا حبيت أنت تبيع 100 أورو هنا في بعض المناطق الشرقية، إذا حبيت تبيع 100 أورو راهم يشريو عليك تقريبا 2,520,000. 2,520,000 معناتها ما تأثرش الأورو. واش صرا البارح مع ترامب؟ واش معناتها هذه؟ معناتها تقريبا الثبات هذا راح للصعود الطفيف، راح يزيد يطلع شوية هكذا مستقبلا، والله أعلم. إذا حبيت أنت تشري عليهم 100 أورو راهم يبيعوا عليك حوالي 2,530 أو 40 على حساب العرض والطلب وعلى حساب المنطقة اللي راك فيها. ممكن في مناطق أخرى تقدر تبيع لهم 100 أورو ب 2,510,000. هنا راه في الشرق راهي اليوم راهي مليحة في الصباح. مناطق أخرى ممكن تلقاها ب 2,510,000 باش تكون في علمكم فقط. إذا الناس اللي راهي تنتظر الآن واش دار ترامب، أنا قلت لكم رسميا الذهب وصل لذروته، الذهب راهو طلع خلاص. وكي يطلع الذهب في العالم أعرف بأنه العملات البسيطة ذيك ولا العملات الرقمية البسيطة ماهيش راح تريزيستي بزاف. الدول اللي ما عندهاش اقتصاد ماهيش راح تريزيستي بزاف، يريزيستيو فقط الناس البترول اللي عندهم بترول واللي عندهم ذهب، هذو يقدروا يحافظوا على العملات تاعهم. أما الباقي يعتمدوا على الاقتصاد تاعهم، يعتمدوا على أمور بزاف. لذلك فمادام طلع ذهب الدولار حتى وان انخفض ولا غاز، الدولار راح يبقى ثابت يا جماعه. الدولار ماهوش راح ينخفض مع ترامب، الدولار سيرتفع القيمه تاعو مع ترامب. الاورو راح يرتفع ارتفاع طفيف في الايام الاخرى اللي قلت لكم عليها، والدينار ممكن ينخفض قليلا مع الايام الاخرى بحكم انه حنا دوله بتروليه صعيبه شويه، لازم بترول يطلع باش نقدروا نلحقوا شويه. وما اعرف الاقتصاد لازم يكون عندنا اقتصاد قوي، ولازم البنوك تتطور باش تولي على الاقل تنافس الدول الاخرى. واعطونا رايكم انتم في التعليقات لتحت هكذا باش نعرفوا الناس كامل رايهم في هذا الموضوع، واش راح يصرى في الاورو في الاشهر اللي راهي جايه. السلام عليكم.